يا جماعة تعالوا نعترف بحاجة كده بينا. في ناس في حياتنا بتخليكي تصرفي فلوسك من غير ما تحسي. اه والله. مش لانهم حرامية ولا نصابين لا سمح الله. لا خالص، دول بيضحكوا عليكي بحنية، بكلمة لطيفة. فاهمين انتوا الناس دي؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني واحدة صاحبتك تقولك تعالي نخرج نغير جو، مش هكلفك حاجة، تعالي احنا مش هنصرف كتير، وفي الاخر ترجعي من الخروجه تلاقي نفسك ايه، صرفتي نص المرتب. او ايه بقى؟ او بنت خالتك اللي تقولك بقى ايه، في عرض على الشنط تعالي نشتري سوا، دي فرصه ما تتعوضش، وانتي اصلا ما كنتيش ناويه تشتري شنطه بشيرين ولا حتى محتاجاها. في نوع كده من الناس بيكون معاكي في كل حاجه، من غير ما ياخدوا بالهم بيخلوك تصرفي اكتر واكتر، مش لانهم قاصدين، لا لا سمح الله، بس لانهم بيحبوا يعيشوا اللحظة، وانتي طبعا بتخافي تكسفيهم او تبوظي الجو. انتي خارجة برضه وصارفة ومكلفة قد كده. بس النتيجة انت اللي بتدوري بعد كده على فلوسك ومش لاقياها يا عيني. وانت بقى هنا معايا عشان اقولك انواع الناس دي، عشان لما تشوفيهم تعرفي تتعاملي معاهم ازاي. تعالوا بقى نعرف النوع الاولاني. النوع الاولاني دي صاحبتك اللي تقولك يلا نحتفل، دي اللي تلاقيها تقولك ايه، لازم نحتفل عشان عيدنا الاسبوع ده، لازم نحتفل عشان الجو حلو، لازم نحتفل عشان الجو وحش. يعني اي سبب والسلام. تقعدوا في كافيه كده محترم، تطلبوا اغلى حاجة، تضحكوا ساعتين، وبعد كده هي تمشي وانتي يا قلب امك تدفعي لان الحساب جاي عليك انتي. النوع التاني بقى دي صاحبتك بتاعة العروض، دي مصيبة لو دخلتي معاها مول او اي ابلكيشن، تقولك ايه، بصي بقى العرض ده خيال، اشتري اتنين وخدي التالتة ببلاش، وانتي اصلا مش عايزة الاولانية عشان تشتري اتنين. تحس انها بتشتري بس عشان تشوف الخصم، مش عشان هي محتاجة دي اصلا. بس الغلط انك بتتأثري بيها وتشتري انت كمان، وبعد اسبوع تلاقي الحاجة مرمية على الرف. طب ليه؟ هقول لكم بقى على النوع التالت ده، بس ما تضحكوش. النوع التالت ده بتاع القهوة والمزاج، اللي كل يومين تقولك ايه، تعالي نروح نشرب قهوة ونتكلم شوية، وتروحي يا قلب امك تلاقي القهوة عاملة كام، عاملة 80 جنيه، المزاج كله روح. وانا اصلا لو قاعدة في بيتنا وجبت تمني بن مش هجيبه بال80 جنيه، وهيشربني طول الاسبوع. يا جماعة القعدة في البيت مش عيب والله، اعملي قهوتك بنفسك واكبري بيها. القعدة مع نفسك ساعات بتريح اكتر من اي خروجة. ولو انت هتخرجي، يعني مش عارفة اقولك ايه، يعني انتي مش هنخرج عشان نشرب كوباية قهوة، ولو احنا خرجنا عشان نشرب كوباية قهوة، طب ما نشرب كوباية عصير ب10 جنيه ونوفر برضو وندبر. وبعدين كمان ايه، يعني لو بقى خلاص يعني احنا حبكت معانا اللي احنا نشرب قهوة، ده ما يبقاش كل مرة، يعني تبقى مرة كده في السنة، مش كل مرة هروح اشرب كوباية قهوة ب80 جنيه. يعني الموضوع بصراحة صعب قوي، وما تخليش حد بقى يعمل كده فيكي. خدوا بالكم بقى من النوع ده كويس قوي. النوع الرابع بقى ده جامد قوي، الستايل بقى والموضة، اوعى اوعى. اللي دايما تقولك ايه، هو انت لسه لابسه البلوزه دي، الموضه اتغيرت يا حبيبتي يا حبيبتي. فتقومي بقى حضرتك تروحي تعملي ايه، تروحي تشتري لبس جديد عشان المنظر بقى والستايل بقى والموضه، مش عشان انت محتاجاه فعلا. بس بعد كده بقى بتلاقي ايه، تكتشفي ان اللبس القديم كان احلى واغلى كمان. النوع الخامس بقى اللي بتضغط عليكي بكلمة بسيطة، دي بقى اختارهم، مش بتطلب منك تصرفي لا خالص، بس بتعرف ازاي تخليكي تصرفي. تقولك ايه بقى دي بشياكة كده وبأناقة كده، تقولك ايه، هو انت بخيلة ولا ايه، ما تكسفيش نفسك. او تقولك مش عيب يعني تفرحي ولادك شوية. اصح يا اختي، ما انت مش غرمانة حاجة، وتروحي تشتري حاجات مش في الخطة، وبعد كده تزعلي كده من نفسك انك ضعفتي واشتريتي الحاجات دي. بس بصراحة في حاجة اهم من الناس دي كلها، هو انت نفسك. عايزة اقول لكم ان احنا اصلا كفاية علينا نفسنا. احنا اوقات بنبقى قاعدين ألد أعداء لنفسنا. يعني ممكن تكوني قاعدة لوحدك وتدخلي اونلاين وتشتري حاجات عشان نفسيتك تعبانة ومحتاجة تفرحيها، يعني اصلا كفاية اللي احنا بنعمله في نفسنا. حد بيعمل كده ولا انا بس يا جماعة؟ انا ساعات بعمل النقطة دي فعلا، لما بيكون نفسيتي تعبانة لازم انزل اشتري اي حاجة. حد بيعمل كده؟ اللي بيعمل كده يكتب لي تحت في الكومنتات يقول لي انا بعمل كده. ودي بقى اخطر لحظة، لانك فعلا بتبقي محتاجة تفرحي نفسيتك، بس هنعمل ايه،
بس برضو مش على حساب بكرة. وهنا بقى تعالي اقولك ان الفرحة الحقيقية مش في الشراء، الفرحة انك تبقي مطمنة، انك ماسكة حياتك بايدك، انك تعرفي كل جنيه رايح فين وجاي منين. مش عشان البخل، لا، عشان الكرامة، وعشان انتي صاحبتي واختي وحبيبتي وستي الكل الغالية، امي وروح قلبي. عشان كده هقولك على كام حاجة لو عملتيهم مش بس فلوسك هتزيد، لا خالص، كمان احساسك بنفسك هيتغير. اول حاجة بقى يا غالية، كلمة لا، من غير اي تأنيب ضمير. مش لازم تروحي كل خروجة ولا لازم تشتري كل حاجة عليها عرض، ساعات الكلمة بتاعت لا دي تحميكي من وجع اخر الشهر. تاني حاجة بقى، ودي حاجة مهمة جدا، خدي قراراتك وانتي هادية. مش اول لما تتعصبي كده وتتضايقي هوبا انزل، هوبا اشتري، هوبا عبي، هوبا ارمي. لا طبعا ما تعمليش كده خالص. قبل ما تشتري اي حاجة استني كده يوم واحد بعدها، لو لسه انتي محتاجة الحاجة دي فعلا اشتريها. طب انتي الوقت نسيتيها، يبقى كتر خيرك، يبقى كنت هتشتريها بس عشان مزاجك مش عشان انتي عايزاها فعلا. تالت حاجة بقى، خلي يوم ما تصرفيش فيه خالص، اختاري يوم في الاسبوع ما تصرفيش فيه جنيه واحد. هتتفاجئي قد ايه انتي فعلا كنت بتصرفي، وهتحسي بالقوة كده وبالتحكم كده في نفسك. انتي اللي ماشي نفسك، ما تخليش نفسك تمشيكي. كفاية صحابك واللي عملوه فيكي، كفاية. هيبقى صحابك ونفسك حتى ينفعش. رابع حاجة بقى، كافئي نفسك بطريقة ذكية. مش لازم تكون الهدية اللي هي، لا طبعا، ممكن تكون، ومش لازم تكون مادية. اعملي لنفسك يوم راحة كده، قصة بتحبيها، شوكولاتاية كده من اللي هي، حتى لو شوكولاتاية ام 2 جنيه دي، هو في الوقت ب2 جنيه. حاجة بسيطة يعني تفرحك، لانك لو ما فرحتيش نفسك بالطريقة الصح هتفرحيها بالطريقة الغلط، وبعدين ترجعي تدوري على مصروفك ما تلاقوهوش، فلوسك راحت فين يا غالية، ما نعرفوش. وبعدين عايزة اقولك على حاجة كمان، يعني في حاجات بنشربها بتحسن المزاج. زي ايه؟ زي اليانسون، بيحسن المزاج، وخاصة لو بتشربيه كل يوم. لستات البيوت، البنويت كده الصغننين، إيه امهاتنا طبعا. يعني مش هقدر اقول لكم يعني العصبية عاملة ايه اليومين دول، عاملة ايه معاكم، طمنوني عليه. طمنوني عليها عاملة ايه. اشربي بقى ينسون كتير، اشربي. اليانسون بيهدي على فكرة فعلا. اشربي مورينجا، المورينجا برضو بتهدي يعني، وبتحسن المزاج، وهي اصلا مسكنة للجسم كله، وفيها كذا نوع فيتامين، من كل نوع فيتامين 10%. يبقى احنا جبنا اعشاب طبيعية وفي نفس الوقت ما غرمناش ولا جنيه، او غرمنا ايه ب10 جنيه، ب20 جنيه مورينجا. حاجة بسيطة طبعا، مش حاجة غالية، وهتحسن مودك، هتحسن جسمك. حلوة حلوة حلوة، جربوها، تحفة تحفة تحفة. عندك ايه تاني؟ ممكن تعملي كاكاو باللبن، انا بعشقه، اعملوه واعزموني عندكم، انا ما عنديش اي مشكلة. اعملوه وانا هاجي اشربه، بس كتروا الكاكاو ها، وقللوا اللبن، برضه هنوفر يعني، برضه ايه، تبقوا ستات بيوت كده شاطرين كده مدبرين كده ماشي. ومن هنا بقى احب اقول لكل بنت، لكل ست، لكل ام غالية، لكل جوهرة، انتي مش بخيلة لو عرفتي تصرفي بعقلك، انتي انسانة بتفكري في بكرة، انتي مش اقل من حد، انتي بس قررتي تكوني اذكى من قبل حد. واحب اقولك الفلوس هنا مش بتحدد قيمتك، لا خالص، لكن طريقة ادارتك ليها هي اللي بتقول قد ايه انسانه مسؤوله ومدبره وموفره وشطوره. اللهم بارك عليكي. ويا ريت بقى فضلا وليس امرا تكتبوا لي تحت في التعليقات انتي صاحبتك اني نوع من الانواع اللي انا قلت لكم عليها دول، بتصاحبوا مين؟ قولوا لي كده، قولوا لي كده، ما تخبوش ماشي. وعايزه اقول لكم ايه كمان، لو الفيديو ده لمس فيكي حاجه اعملي شير بقى مع صحباتك، مع قرايبك، مع خالاتك، كلهم بقى طبعا، كلهم ماشي. اللي ايه، اللي هي بتصرف من غير ما تحس، يمكن المرة الجاية بدل ما نضيع الفلوس نضيع الضغوط، خليها توصل. يمكن نغير طريقة جيل، يمكن جيل كله يتغير وتبقى انت السبب فيه. وقولولي المرة الجاية تحبوا نتكلم على ايه، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.